يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح النشاط، صباح كل اول شهر مع شوية المشتريات. عارفة ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات شوية، بس اعذروني معلش، عندنا امتحانات وعندنا ضغط مذاكرة وعندنا افكار كتير كده وحاجات في البيت، فانا بتأخر عليكم. بس حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده، لان الفيديو ده يعتبر حاجة كده ايه، مش لأول الشهر بس، لا ان شاء الله بإذن الله لو ناوية تفرزي حاجات رمضان. الحاجات دي افكار حلوة جدا جدا تريحك تخليكي طول الشهر. بجد يا جماعة، حرفيا حرفيا انا ممكن بتعب اول يومين في الشهر جدا، يعني ممكن اتعب جدا، بس برتاح بقية الشهر. وهتشوفوا النهاردة بإذن الله شوية المشتريات اللي احنا اشتريناهم، شوفوا صورتهم واحفظوا صورتهم كويس قوي، وتشوفوا احنا هنحولهم لإيه في البيت. طبعا الخضار ما شاء الله يعني الصبح بيبقى طازه، فحبيت ان انا انزل الصبح بدري قوي. اول ما صحيت كده نزلت جبت كل الحاجات اللي انا محتاجاها. الطماطم سعرها حلو، الفلفل الاحمر ده حلو جدا، سعره كان تقريبا 24 جنيه جايباه. البصل بقى فيه الابيض لقيته ب20 والاحمر لقيته ب17. البطاطس فيه ب10 وفيه ب12. بصوا انا هقول لكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها، ومش عارفه بقى الفيديو عقبال لما يوصل لكم وتشوفوا الاماكن، اختلاف الاماكن، لان في ناس بتقول ان في اختلاف في الاسعار ما بين اللي انا بقوله وما بين اللي عندهم. طبعا بتختلف من منطقه لمنطقه يا جماعه. يعني الطماطم انا لقيت حد بيبيعها ب6.5 وجبت منه، وبعد كده لقيت حد بيبيعها ب5 جنيه برضو جبت منه. يعني ايه، في ناس اهي وفي نفس السوق وفي نفس المكان حد باعها لي ب6.5 وحد باعها ب5 جنيه. البتنجان اعتقد ان هو كان ب12، يعني ب12 الكيلو، ده السعر اللي انا فاكراه. السبانخ بقى الحلوة الجميلة دي، البلدي الجميلة دي ب5 جنيه الحزمة. فانا جبت 4 حزم. احنا متفقين ان احنا بنعمل ايه، احنا مش بنعمل خزين. الدنيا بقت صعبة دلوقتي ان احنا نقعد نفرز والكلام ده كله. بس انا لما بجيب حاجة ما بعتبرهاش طاقة واحدة، اصل انا مش هجيب سبانخ كل يوم كل ما احتاجها واعملها وانضفها، لا انا كده ببذل مجهود جامد قوي. لا انا بجيب مثلا واقول دي هقسمها على طبختين 3. خلاص بقى انا استخدمت الشهر ده كيس، الشهر الجاي استخدم كيس، الشهر اللي بعده كيس. يعني حسب بقى ايه ما انا عايزه، بس الحاجه تحت ايدي. اصل انتي مش بتفرزي سبانخ بس، انتي مثلا احنا فرزنا البسله، فرزنا الفاصوليا، فرزنا السبانخ، فرزنا حاجات كتير جدا من الخضروات. فانا بعمل ايه، هتستخدمي كيس من ده كيس من ده كيس من ده وهكذا، والدنيا بتمشي. طب اول حاجه انا بنضف السبانخ كويس قوي، اشيل بقى منها الورق الاصفر الموجود فيها واي حشائش بتبقى موجوده في النص والكلام ده كله. عايزه تقطعي الراس بتاعتها، انا اقولك على طريقتين. عايزه تقطعي الراس بتاعتها كده وتعمليها كده بحيث ان هي تتغسل غسله كويسه قوي، تمام، بس اوعي ترمي الراس لان هي دي اللي بتدي تسكيره للسبانخ. عايزه بقى تنضفي الراس زي ما انا بوريكي كده دلوقتي اهو، وهي فيها زي ما هي، بتكحتي بس القشره اللي موجوده على الراس وتسيبيها زي ما هي. دي طريقه ودي طريقه، واللي يعجبك امشي بيها. طب اهم حاجه بقى في تفريز السبانخ ايه يا بنات، غسلها كويس قوي. يعني لازم تتغسل مرة واتنين وتلاتة، ولازم تنقعيها، بيبقى في طينة فيها. فلازم كمان لما تنقعوا يا بنات، يعني ما تغسلي الطبق كده المية ما تطرديش المية منه وترجعي الطبق تاني، لا الرواسب بتبقى موجودة تحت. نشيل السبانخ او نشيل الخضرة اللي انت بتغسليها من الطبق نفسه، وتدوقي المية واشطفي الطبق وحطي مية نظيفة، وابداي رجعي الخضار بتاعك تاني. عشان احنا احيانا كنا بنستسهل وبنعمل الخطوات دي، املى الطبق ميه على الخضار وادلقه، املى الطبق ميه وادلقه، وتلاقي الرواسب او الطينه موجوده في الطبق من تحت. طب انا لقيت بقى كمان الخضره حلوه قوي كده طازه، وتقريبا كده بعلي الاربعه ب5، يعني هي ما شاء الله ب10 جنيه خضره، كان كتير جدا. انا بستخدم مع السبانخ يعني ال4 حزم دول استخدمت معاهم واحده كزبره، قصدي ثانيه واحده، 2 كزبره وواحده شبت. في ناس ما بتحط الشبت معاها، بس انا بحط، ويعني ممكن كمان مش حزمه كامله، يعني نص حزمه او حاجه، بيديله ريحه حلوه، بتديها ريحه حلوه وطعم حلو. فطبعا استخدمي اللي انت عايزاه. طب خلصنا السبانخ، انا رحت نقعتها على فكره في ميه، وتعالوا ناخد الفكره اللي بعدها واقول لك طريقه تخزينها تمام صح جدا، ومش هتاخد معاكي في الفريزر مكان خالص. بصوا بقى، اول حاجه انا جبت حوالي كيلو من البصل الابيض وكيلو من البصل الاحمر، وقشرتهم وغسلتهم كويس. هبدا بقى اضربهم في الكبه. عدوا معايا بقى الافكار اللي في الفيديو
واتمنى لو انت اول مره تشوفي قناتي او صفحتي، اتمنى انت تنزلي كده وتدوري على الفيديوهات وتتفرجي على افكار، عاملين افكار للفطار وافكار للغدا وميزانيه كل شهر ماشيين عليها وتفريزات، حاجات كتير جدا. فان شاء الله القناه تعجبك وتقولي لي بقى انا اشتركت عندك في القناه. طب عملت ايه انا بسرعه؟ انا ضربت شويه من البصل، قسمته، هقسم الكميه لنصين. اول نص خدته اهو، حطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل اسمر، بس ما عملتش اكتر من كده. ده حوالي مثلا نص كيلو او حاجه، وعايزه اصفي الميه اللي فيه، يعني عايزه انزل الميه بتاعته كلها. طيب وبقيت ال2 كيلو كلهم بقى حوالي كيلو ونص مثلا كده بصل، هعمل فيهم ايه؟ ضربتهم في الكبه، نزلت بالزيت كتير كده حبه حلوين وهنزل بيهم، عايزه اشوحهم. انا كده بعمل ايه؟ انا هفرز معاكم البصل، بس احسن طريقه ممكن تفرزي بيها البصل يعني سهل جدا في الاستخدام. انتوا عارفين يا بنات، انا بصوا هنا صفيت الميه تماما وعصرته بايدي وصفيت الميه تماما، مش هرميه طبعا، لان هو ده اللي بينقذني في اي شوربه بعملها، شوربه اللحمه، شوربه الخضار، اي حاجه محتاجه فيها تفل البصل ده. وعايزه اقولك ان بيدي الشوربه ريحه حلوه جدا، وبيوفر عليا يعني بصل كتير جدا، ان كل ما اجي اسلق فراخ او لحمه او كده ابدا ان انا اقشر بصلايه واحطها وبعد كده مثلا ترميها، لا انتي بتاخدي قطعه. حتى انا بططته اهو عشان يبقى سهل في الاستخدام، هاخد قطعه او قطعتين منه كده بايديا وبحطهم في الشوربه، بيدوني ريحه حلوه قوي قوي وطعم كده مميز للشوربه. طب بتعملي ايه بقى في البطرمان ده؟ انا حطيت مكعب من المرق، وحطيت معلقه من البصل البودر او الثوم البودر، وكمان شويه من البابريكا، اي بقى اعشاب عندك بتحبيها، روزماري، ايه تاني، اكليل الجبل، يعني الاعشاب اللي بتدي ايه، العطريه دي اللي بتدي طعم حلو كده ايه للتتبيله بتاعتي. وهعمل ايه؟ هاخد ميه البصل اللي انا نزلتها دي اللي فيها ملح وفيها فلفل اسمر، لو حسيتي ان هم قليلين زودي شويه، ورجي بقى التتبيله دي كويس. او انا لقيت البطرمان كبير بس ده حطيتها في بطرمان صغير، وعارفه ليزر عدل دي انا ما بسيبهاش كتير عندي، يعني اول ما بجيب البانيه بتاع الشهر او بحتاج في التتبيلات باخد منها معلقه كده مع تتبيله الشاورما الفراخ. بصوا عايزه اقول لكم هي كنز، انت مش هتحسي بيها غير لما تجربيها. عارفه يعني ايه؟ بدل ما تبشري بصلايه وتدوري على الميه بتاعتها والكلام ده، لا انت عندك جاهزه. والاحسن بقى يا بنات والافضل ان انت لو حطيتيها في مكعبات التلج بتبقى يعني عايزه اقول لك رائعه، بس للاسف انا ما عنديش مكعبات التلج دي. طيب الفكره اللي احنا كنا مشغلين عليها ان انا حمرت البصله لغايه ما خدت لون ذهبي حلو كده، وببدا احطهم في علب. اطبخي بقى براحتك، اعملي مكرونه براحتك، منتهى السهوله. افتحي خدي معلقه حطيهم في الحله مع شويه الزيت، انزلي بقى بالصلصه بتاعتك، سواء بقى طبيخ سواء مكرونه، يعني منتهى السهوله بالنسبه لك الطبيخ. كل الحاجات دي بتبقى يعني هي ما خدتش مني وقت. هو بدل ما هقعد اقشر كل مره بصلايه وكل مره افتح الكبه وكل مره اغسلها، لا هو كلها تعب مره واحده ووقفه واحده، وكل حاجه عندك بقت جاهزه. طب الفلفل بقى هنعمل فيه ايه يا نهى؟ ما انت مش هتسيبي حاجه في حالها. لا مش هسيب حاجه في حالها، صلوا على النبي بس في الكومنتات كتير. ولو اول مره تشوفيني زي ما قلت لك ايه، اتمنى انت تعملي لي لايك كده وتعليق حلو منك يشجعني ان انا اعمل لكم افكار جديده، ويا رب يا رب الحاجات دي تكون يعني بتطبقوها وتستفادوا منها. طب انا نضفت الفلفل زي ما انتم شايفين كده بايديا، وخلي بالك البسي جوانتي، بفتحه بحرف السكينه وبالمعلقه كده بطلع القلب بتاعه. وهنا حطيت معلقه من السكر ومعلقه من الملح عموما على الفلفل. بس بعد كده هقسمه برضو زي ما عملنا في البصل كده، وقسمناه لميه بصل وتفل بصل وبصل متشوح. الفلفل برضو هقولك منه فكرتين حلوين قوي. اول فكره، انا ضربت الفلفل كله وحطيت بقى بمعلقه ال- الملح ومعلقه السكر اللي احنا حطيناهم عادي، خدت كميه كبيره قوي حطيتها في العلبه. ودي بقى الدقه اللي انا بستخدمها في المحشي في الممبار في اي حاجه مش محتاجه ان انا ادخل فيها توم وعايزه فلفل احمر بحط منها. طيب هنا بقى حطيت ايه؟ حطيت توم وحطيت فلفل، حطيت كمون، هحط ملح وهحط شويه من الخل، وبعمل دقه اللي هي بقى للسمك للبتنجان المخلل. مجرد بس ان انت تاخدي منها معلقه تبشري عليها مثلا طماطمايه، لو البتنجان المخلل تعصري عليها ليمون،
بس كده. السمك نفس الكلام، هتاخدي منها معلقه وتحطي عليه بقى بقيه الحاجات اللي بصي هي فيها كل حاجه زي ما بقول لك كده، ملح وكمون وثوم وفلفل وخل. هو بس هتعصري الليمون ساعه الاستخدام. وعايزه اقول لك ان دي منجزه منجزه يا بنات. انا بص مش عايزه يعني اقول لكم، انا عايزاكم تجربوا بنفسكم وهتدعوا لي ان شاء الله باذن الله. انا هنا بقى كنت غسلت السبانخ وغسلت الخضره اللي انا كنت جايباها كلها كويس قوي. وبحاول بس ان انا احطها في يعني حته قماشه عندك، فوطه، اي حاجه، بحيث ان انا لما اجي افرزها صح. لازم الحاجات دي تكون جافه تماما ومتصفيه كويس قوي. فانا هحطها بس في حته قماشه كده واحطها على جنب بحيث انها تصفي كل الميه اللي فيها. هنا بقى الراس بتاعه السبانخ اللي انا كنت قطعتها وقلت لكم طريقتين لتنظيفها يعني. خدتها نضفتها كلها كويس وقطعتها. انا على فكره هنا كنت بالليل نزلت وديت ابني الدروس وجبت حاجات وطلعت تاني وبكمل. فبجد يعني هو اليومين بتوع اول الشهر الاولين دول بيبقوا متعبين جدا جدا. لو عندي بقى حاجات تانية كمان مع التفريزات او التصوير فالموضوع بيبقى صعب جدا. انت ممكن تشوفيه ان هو سهل كده وان احنا بنعمل الحاجه كده في منتهى السهوله، لكن والله بياخد مني طبعا مجهود كتير، واكيد اي ست بيت بتبقى عارفه. فهنا بقى انا عملت ايه، قطعت السبانخ خلاص وهسيبها كده تنشف شويه في الصينيه. وهنا بقى الخضره اللي هي بقى هتستخدمها لخضره محشي، هتستخدمها لخضره. لا هنا انا كنت جمعت الاول الكزبره عشان خاطر وحبه الشبت عشان خاطر احطهم على السبانخ. بصوا هنا انا هاخد السبانخ مع الخضره، اخد حبه من هنا وحبه من هنا بحيث ان انا اوزعهم كويس قوي يبقوا متوزعين كويس قوي في الخضره، متوزعه كويس قوي جوه السبانخ. قلبيهم بقى كويس. وتعالي اقولك على طريقه حفظها صح في الفريزر، ولا لونها يتغير ولا طعمها يتغير ولا اي حاجه، زي ما هي كده نشفت وبقت تمام. عبي في الاكياس بتاعتك ولا تشوحي بقى على النار عشان تدبل. هقولك على طريقه دلوقتي تخلي الاكياس بتاعتك دي يعني مش هتاخد منك ان شاء الله مكان خالص ولا تدبل. لان انا جربت بصراحه مع احترامي للناس اللي بتعملها كده، بس انا جربتها ما عجبتنيش خالص ولونها كان مدي على صفار. حتى لون الصلصه بتاعها كان متغير، يعني كان لون الصلصه كده مش اللون الاحمر الحلو كده بتاع التسبيكه، لا كان لون مصفر كده من ميه السبانخ ومن لونها الناس اللي هي بتشوحها شويه قبل ما تشيلها. لا انا ما حبيتش الطريقه دي خالص. فانا هنا عملت ايه، عملت السبانخ في الاكياس وكمان الخضره بقى بتاعت المحشي او بقيه الخضره اللي انا كنت جايباها قطعتها كويس، نضفتها طبعا وصفتها كويس قوي وقطعتها. عايزه اقول لكم ان الفوط دي رائعه، انا بقول لكم عليها ممكن تخزني فيها خضار في التلاجة. بحطها في السله بتاعه الطماطم وكده في التلاجة. والله يا بنات بتحافظ على الخضار بالشهر ما يبص ابدا. ممكن يدبل معاكي او لونه يتغير بعد شهر، لكن ان هو يبوظ او تلاقيه طري او كده خالص اطلاقا. بصوا بقى انا حطيت ايه هنا، حطيت شاليمو. انت حاولي بس تبططي الكيس شويه، يعني انا المفروض ان انا كنت ابطط الكيس شويه قبل ما اعمل الحركه دي، بس ببقى مستعجله عايزه اصور بسرعه، عايزه انجز بسرعه عشان اشيل الحاجه. بصوا ببدأ بقى بالشاليمو كده اشفط الهواء لغاية ما تلاقي الكيس بقى عامل زي الطوبة كده معاكي ناشف جدا. طلعي الشاليمو على طول وتقفلي بسرعة عشان الهواء ما يردش معاكي. أن لو جربتي الطريقة دي هتعرفي الكيس بقى عامل ازاي، هو قطعة طوبة كده كأنه تلج من كتر ما هو ما بقاش فيه هواء. طيب كده عملنا السبانخ. خدوا بالكم انا في حاجات عاملاها قبل حاجات، بس في التصوير حبيت ان انا ارتب لكم لان انتوا ساعات بتقولوا لي احنا ايه ان احنا تهنا منك شويه. في فيديو مشيت فيه في التصوير على الطبيعه اللي هو لما بقيت هنا وهنا وهنا فحسيت ان انتوا تهتوا مني. فهنا بصوا حتى هتلاقوا السبانخ ممكن تبقى لسه ما قطعتهاش ومحطوطه على الرخامه جنب الطماطم. فانا هنا هوريكم الاول انا عملت ايه. طماطم برضو خدتها وانا بعملها ازاي بقى طريقه حفظي ليها، بغسلها واضربها في الخلاط واحط حله فيها حبه من الزيت صغيرين يسخنوا. ولازم تعملي طش، دي شايفين طش اللي بتغرق السيراميك دي لازم تعمليها كده، هتدي معاكي لون حلو قوي قوي للصلصه. وبسيبها بقى تغلي لغايه ما تلاقيها قلت شويه، ما بسبكش التسبيكه التقيله. بعمل حسابي ان الطماطم دي لسه هتاخد وقت تاني مع الطبيخ اللي انا هستخدمها معاه. هنا بقى كنت بوريكم ان انا غسلت الدرج بتاع الطماطم
وكان عندي اكياس من الشهر اللي فات. وطبعا لما بتيجي تحطي حاجه الشهر الجديده فحاولي ان انت تنضفي مكان الحاجه القديمه. هنا بقى انا كنت مطلعه كيلو من الزبده، ولو انتوا عايزين يا بنات تعرفوا الزبده دي بجيبها منين اكتبوا لي في التعليقات، لان بصراحه كانت يعني بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بجيبها من عند حد بصراحه جميله جدا جدا. طلعت كيلو كده سيحته وحطيت معاه كوبايه من السمنه، ودي كده استخداماتي للشهر. يعني في الشهر عموما الدقه دي ممكن تقعد معاكي شهرين 3. عملنا علبتين من البصل، عملنا الهريسه اللي بالثوم، عملنا ميه البصل الجاهزه، فرزنا السبانخ، فرزنا البصل بتاع الشوربه، وكمان البصل اللي هو بتاع الطبيخ، ودي السبانخ. الطماطم بقى عبيتها في اكياس، يعني سبكتها نص تسبيكه زي ما انتوا شفتوا كده، وعبيناها في الاكياس بتاعتها، وهرصها بقى في الدرج تاني. وكمان كنت عامله على فكره في اليوم ده كمان خليت السردين اللي كان على الرخامه ده، فانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم على تخليل السردين ازاي بالظبط. وعايزه اقول لكم ان هو طلع بقى سكر، يعني احنا اتنحرنا فيه اكل تحسي ان انتي ما بتشبعيش منه، هو حاجه صغننه كده بس يعني بصراحه بيفتح النفس جدا جنب شويه بطاطس محمره ولا حاجه. فانتظروا باذن الله الفيديو الجديد، بس هستنى بقى تعليقاتكم ولايكاتكم، وقولوا لي رايكم واقترحوا عليا عايزين بالظبط اعمل لكم وصفات